السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زي ما احنا شايفين كده الاكلة الحلوة الجميلة دي، عملتها بكتة بس من غير لحمة ستيك ولا من غير لحمة بفتيك ولا اي حاجة. شرايح لحمة عادية خالص، مكعبات لحمة خضار حمراء قطعتها زي ما انتوا كده. واضح لكم معايا ان هي لحمة عادية، وهسويها في قلب الصينية. وبتركاية بسيطة ومختلفة هعملها معاكم. اهم حاجة تكون الصينية سخنة، وانا حطيت زبدة وزيت. حبيت اعملها في زبدة بس حسيت ان هي ايه، هتتحروق معايا بصراحة. قلت لا، انا هعملها في زبدة وزيت. واول ما خدت لون رشيت عليها ملح، رشيت عليها قصدي فلفل اسود وبس. ما عملتش حاجة تانية وشلتها على جنب في حاجة تانية. وهنا بقى جبت البصلاية قطعتها جوانح. وطبعا انا مش لازم اقول لكم انا بقطع البصل كده، بقطع اللحمه كده. يعني الحاجات دي سهله ان انتوا تعملوها. التقطيع والحاجات والتوضيبات دي سهله اي حد يعملها، حتى لو حد ما بيعرفش يعمل اكل اصلا سهله بالنسبه له. الموضوع مش صعب ادام بتعرفي تمسكي معلقه وسكينه وتعرفي تقلبي وتعرفي تعملي. كل حاجه بالنسبه لك هتبقى سهله. ما تصعبيش اي اكل عليكي. اهم حاجه تكرملي البصلايه، يعني تحمري البصلايه كده في الصوص بتاعها. فالصوص اللي من تحت نازل من اللحمه ده، اللي هو بتاع لما اللحمه اتلدعت كده في الصينيه مع كمان الزبده، اداني ايه، كرمله اللون البني ده. وبعدين معلش المقطع مختلف معاكم شويه. انا اول ما اللون اكتمل معايا كده بقى زي الفل، حطيت ايه، حطيت عليه مرقه دجاج وحطيت اللحمه. وبعدين قلت احط بقى ايه، زي ما انتوا شايفين معايا كده، مرقه دجاج لحمة، ومرقة مرقة دجاج اللي هي مرقة دجاج العادية عشان بيبقى طعمها زي البهارات شوية. ومرقة دجاج اللي هي ماجي اللي هي باللحمة. حطيتي وحطيتي لحد ما بقى الصوص بتاعها يقل معايا كده. وفضلت ازود في الصوص دوت، ازود فيه مية واللحمة تستوي، ازود مية واللحمة تستوي لحد ما اللحمة استوت معايا. وهنا بقى جيت احط بقى ايه، الذرة. شايفين بقى الذرة دي، الذرة دي اللي هي الذرة الصفراء. انا بصور بايد واحدة معلش. هفتح العلبة وهرجع لكم تاني اكيد بعد ما افتحها. مش مالكة ان انا افتحها بايد واحدة، فهفتحها وارجع لكم. بصوا بقى فتحتها. بصوا بقى هنا الذرة انا هحطها مكان المشروم. دي تعتبر اكلة ايه، بيكتة بالمشروم. بس هي البيكتة طبعا لحمة ستيك ولحمة ناعمة ولحمة بتستوي حلوة قوي، فمعروفة. انا بقى ما عنديش اللحمة دي، هقف واقول ما اعملش، احط ايدي على خدي واستنى لما اروح اشتري لحمة تاني؟ طب ما انا عندي في البيت، والعيال مش هياكلوها في الخضار، مش هياكلوها كده. فانا اصرف نفسي واعمل ايه، اعمل من اللي موجود. انا موقفش نفسي على حاجة عشان خاطر مش هعملها. وحطيت ورقة لوري، وحطيت بشرة جوزة الطيب، وحطيت حبهان، وحطيت مستكة. وانا هحمر اللحمة قبل ما انزل باللحمة حطيت مستكة، عشان المستكة عندي صغيرة جدا. حطيت فصين تلاتة بس. الحبهان بصراحة حطيته في الاخر، ما حطيتوش من الاول. يعني عبارة عن ملح وفلفل وورق لوري. بصوا بقى، بصوا هي كده داخلة في السوا، لسه ما استوتش. عارفين هتستوي امتى؟ انا كده حطيت ايه، الذرة. انا بصراحة المشروم كنت هشوحه مع البصل، بس انا بقى ايه، حطيت كده ان الولاد عندي مش بياكلوا المشروم، فحبيت ان انا احط زي ما انتوا شايفين كده اللي هو ايه، الذرة. كانت عندي قلت هرميها، مش هرميها، قلت ايه، اجرب. وهنا بقى كان عندي طبعا ايه، الكريمه اللباني الاصلي اللي بخيرها، اللي بتخلي الاكل جميل ومفيد ومغذي كده، اللي هي طلعات كريمه اللي مطلعاها، اللي بيعملوا منها الزبده. الكريمه اللي تطلع منها بيتعمل منها الزبده. فانا طلعت الكريمه ديت من ايه، من الجبنه القريش. الوش اللي كان بيطلع القشطه بتاعت الجبنه القريش، القشطه دي اللي هي الكريمه، انا طلعتها وعملتها. دي الكريمه اللباني، انا طلعتها وعملتها بالشكل ده في اللحمه. خلت اللحمه طعم وسكه تانية خالص. خلي بالكم انا في الوصفه دي ما حطيتش ملح خالص خالص. انا ما حطيتش ملح خالص، ان الكريمه كانت مالحه شويه.
فخلي بالك الملح بتاعك ما تحطهوش غير في الاخر خالص قبل ما تغرفي، عشان الملح بتاعك لازم قبل ما تغرفي تحطيه، قبل ما تغرفي تحطيه يغلي غلوة في الطريقة دي. بس الكريمة كانت مالحة، فانا ما حطيتش ملح بصراحة، كانت مالحة شوية، فانا ما حطيتش ملح. وزي ما انتم شايفين الصوص بتاعها تقيل وجميل، ولا حطيت دقيق ولا حطيت اي حاجة. تقدري تستخدمي معلقة دقيق تقلبيها في قلب كوباية لبن، وتنزلي بيها مرة واحدة